لا لا لا. صراحة أهنيها على اختيار الأغاني واختيارها جدا مهم إن أنت تقدر تجمع ناس حولك. الله، جميل جميل جميل. يعطيك العافية يا فاتن. ياسين ننتظرك أنا وأحمد، قدمت لنا عرض جدا جميل. أهلا يا فاتن. أهلا. يعطيك العافية على العرض الجميل صراحة. شكرا شكرا. صراحة استمتعنا أنا وأحمد. أحمد الشخص اللي نافسك اليوم. أهلا وسهلا بالشرف. أهلين. أهلين. فاتن أنا شفت أدائك وباين إن أنت وايد متمكنة وتسوين عروض قدام الناس. صح. كم صار تسوين هالشيء؟ هلا في الإمارات 2 وفي سوريا كمان سويت منيح. ما شاء الله. بس أنا بعرف ليش اخترتي أغاني كأس العالم؟ فأنا أعتبر هذا أنا ذكاء حبيت أفرح العالم. أنا حبيت أمتع العالم وأعطيهم نولع الجو. جميل. وهذا شيء مناسب. هذا الشيء اللي قدرتي تسوينه. خليني أقول لك أحمد جاب 91 شخص ووقف وشاف العرض اللي قدمه. حلو. تتوقعين تكسرين هذا الرقم ولا لا؟ إن شاء الله. أحمد شو تقول؟ أنا أقول نشوف في الشاشة. أنا أحس أحمد شوي متوتر. بين وبين. زين يلا يا جماعة خلينا نروح ونشوف كم واحد وقف وشاف العرض مال فاتن. يلا. وصلنا 50 70 110. مبروك يا فاتن وهارد لك يا احمد. اوكي. يعطيك يعطيك العافيه. ألف عافية. قدمت لنا عرض جميل، موهبتك جميله. شرفنا. الله يوفقك ان شاء الله. تجربة جميلة وإن شاء الله راح يكون القادم افضل. إن شاء الله. إن شاء يعطيك الله. ألف عافية. على خير. شكرا. يا حبيبي. تفضلي يا فاتن. يا حبيبي. شوفي انت ربحتي مباراة ولكن ما ربحتي كاس العالم بالاغاني اللي غنيتيها. صحيح. خلينا نشوف المشتركين اللي بعدك، بس قبل ما نروح لهم خبريني شو رايك في الرقم هذا 110؟ لا كثير حلو، بس تمنيت لو اسا اكثر، كان في عالم اكثر، لانه انا كان حلمي مو بس فقط انه انا جمع عدد عالم، حلمي اكثر يشوفوني العالم بشكل اكبر. اكيد شافوك اليوم العالم عبر تلفزيون ابو ظبي وفي برنامج من ذا كراود. والحين خلينا نروح نشوف المسابقه اللي بعدك ونشوف شو راح يقدم. يلا. صراحة راشد فاتن ولعت الجو مثل ما قالت وكلياتنا استمتعنا بأدائها، بس خلينا نشوف المتسابق اللي بعدها إبراهيم ونشوف إذا حيولع لنا هو الجو كمان أو لا بهالتقرير. اسمه إبراهيم، بنشوف شو راح يسوي. فاتن الفنان اللي بعدك راح يغني، خلينا نشوف عند سارة إذا جاهز ولا لا. يلا راشد أنا